البقاء على قيد الحياة. المحتوى اللي انتشر عند الغرب بكثرة وهو عبارة عن أشخاص يقضوا كل حياتهم في البرية والغابات أو يعيشوا مع الحيوانات الخطيرة ويصوروها. واليوم حنشوف قنوات البقاء على قيد الحياة اللي أصبحت مهجورة بسبب اختفاء أو موت أصحابها وهم بيصوروا محتواهم. ستورم يوتيوبر أنشأ قناته في عام 2024 ومحتواه كان عبارة عن شخص يعيش بعيد عن الناس بين الغابات والجبال والطبيعة الخلابة. وكان ستورم ينشر فيديوهاته بدون ما ينطق فيها ولا حرف، يعيشك الطبيعة ويبرز لك هي بكل الطرق. ستورم قالت إنه ستورم كان شخص شبه انطوائي لأنه ما انسجم بالنمط حق المدن، وكان دائما يحب الطبيعة وما بيحس بالراحة إلا في الغابات والجبال من قبل ما يبدأ محتواه أساسا. ومن تشوف فيديوهاته تحس جدا الشخص ده منغمس في الطبيعة وعايشها بكل تفاصيلها. بس الطبيعة رغم جمالها الذي لا يقاوم إلا أنها موحشة ووحشية في بعض الأوقات. في شهر أكتوبر من عام 2024 نشر ستورم آخر فيديو في قناته، واللي كان أعلى فيديو مشاهدة في القناة لأن الفيديو انتشر بعد الخبر اللي صار وقتها. الفيديو ستورم كان يستعد للشتاء لابس جاكيت وبيبين للناس كيف الشخص يعيش بين الغابات والأودية في الشتاء. من بعد الفيديو هذا قرر ستورم انه يسافر مشي الى شمال السويد، والدنيا كانت كلها بيضاء من الثلج المتساقط. وفجأة لقي نفسه محاصر في عاصفة ثلجية. وقتها جدتها اتصلت عليه لأنه عرفت في المنطقة اللي هو فيها كان في عاصفة ثلجية، وقال لها انه راح يكون بخير ولا تخاف. وصور الصور دي وارسلها ستورم، بس فجأة العاصفة زادت وصارت اقوى لدرجة كسرت بعض اغصان الاشجار، ودرجة الحرارة انخفضت وصارت بالسالب. اصيب ستورم في وجهه مع تطاير الاغصان، وارسل وقتها نداء استغاثة لفرق الانقاذ وقال انه مصاب ويحتاج للنجدة. بس بسبب العاصفة القوية ما قدروا فرق الانقاذ يخرجوا ولا يرسلوا له هليكوبتر، وانتظروا لين تهدأ العاصفة بعد 4 ساعات. وقتها خرج فريق الانقاذ ولقيوا ستورم، لكن وقت ما لقيوه كان جثة هامدة قريب من الموقع اللي أرسل منه نداء الاستغاثة، وكان أنفه مكسور ورجلينه متجمدين لدرجة إنهم يبسوا. رحل ستورم بسبب الطبيعة اللي أحبها وعند هيجانها ما حذر منها، لكن جروب هاي أون لايف تجاهلوا التحذيرات ألين فقدوا بعضهم في عام 2011. وانشأت قناة هاي أون لايف من مجموعة شباب في كندا، وفي نفس اليوم نزلوا أول فيديو لهم وهم بيرقصوا بطريقة غريبة وباين عليهم بيطقطقوا. والفيديو فترتها انتشر بشكل فيروسي وجاب فوق 100,000 مشاهدة في شهرين. ومن فترتها بدأوا ينزلوا فيديوهات متنوعة لين استقروا في فيديوهات السفر، فكانوا يسافروا للدول ويجربوا فيها النشاطات الترفيهية. وبما انهم شباب صار الموضوع بينهم زي التحدي من يسوي اشياء اخطر في الفيديو اللي بينزلوه. زي فيديو جابوا العيد فيه وكانوا يقفزوا فيه في شلال والمكان جدا خطر، وكتبوا في وصف الفيديو انه في نفس الموقع صار فيه وفيات بسبب الشلال، وانه هم تدربوا على الحركات دي لفترة طويلة على اساس بينصحوا الناس انه لا تجرب ولا حد يسوي الشيء ده من بعدهم. Our hometown, we had no idea that there's this natural water slide to waterfall cliff drop. Now, if this isn't frightening enough, you can't climb up in this area. You have to do another cliff jump down there. That's another 40 feet. المتابعين قلبوا عليهم في التعليقات، ومن كثرة التعليقات السلبية اللي ضدهم وضد فكرتهم قفلوا التعليقات حقت المقطع، لكن ما تعلموا من غلطتهم وصوروا فيديو ثاني في حديقة يولستون الوطنية. والحديقة دي تعتبر جدا خطيرة لأنه تحتها حمم بركانية، وفي كل الأماكن منتشرة فيها علامات التحذير. والبحيرة اللي في الحديقة درجة حرارتها توصل فوق 180 درجة مئوية، وكان في مسار محدد للسياح والناس اللي تبي تشوف الحديقة، لكن الجروب ده انحرف على المسار
وصار يخش أماكن ممنوع الواحد يخشها ويتصوروا، وقربوا من البحيرة الخطيرة. واللي ما يعرفوها الدخان اللي بيخرج من البحيرة يعتبر سام بسبب البركان اللي تحته، وما كانوا يعرفوا إنه الأرض في الحقيقة أبدا ما هي قوية، في أي لحظة تدعس محل غلط وتطيح الأرض وتخش في الحمم البركانية. وبسبب قدرة ربي ما صار في أحد شيء بسبب الدخان، وما صار لهم شيء في الحقيقة. لكن الناس هنا هاجت عليهم بزيادة وصارت تنشر عنهم منشورات سواء في الفيسبوك والسوشيال ميديا، وقالوا أكيد حيجوا ناس ويقلدوهم بعدهم دامهم مشاهير وسووا نفس الشيء ده ونشروه للعلن، لازم يتعاقبوا. وسووا حملة الجمهور على أساس يخلوا الرعاة حقينهم إنهم يسحبوا عليهم وما يعلنوا عندهم. واثنين من المجموعة بسبب الحملة دي تم سجنهم لمدة 7 أيام لأنهم خالفوا بعض القوانين في الحديقة الوطنية، اللي هم أليكس وكامبل. بعد ما خرجوا بفترة في عام 2018 سافروا الاثنين أليكس وجامبل وحبيبة واحد فيهم اسمها ماجي لشلالات شانون في كولومبيا، فقرروا انهم يتسلقوا الشلالات هم الثلاثة. وهم بيتسلقوا انزلقت ماجي وطاحت في الشلال وسحبها التيار القوي، ونزلوا الاثنين لاجل ينقذوها وسحبهم التيار هم كمان، وغرقوا الثلاثة بسبب التيارات القوية وفارقوا الحياة. والخبر سبب صدمة لبعض المتابعين، والنصف الآخر قال إنهم متوقعين إنه حيصير فيهم شيء. وبعدها الفريق نزل فيديو في القناة بعنوان لأصدقائنا وعائلتنا، وأعلنوا فيه خبر وفاة الثلاثة. Hello friends and family. On July 3rd, 2018, we lost 3 very dear friends of ours, Riker Gamble, Alexei Lyak, and Megan Scraper. There are truly no words that can be said to ease the pain and the devastation that we are all going through right now. They were 3 of the warmest, kindest, فالناس في التعليقات ما بين الحزين والمتشمت لدرجة قفلوا تعليقات المقطع. من بعدها القناة مشاهداتها طاحت، والآن لهم أكثر من 2 ما نشروا أي مقطع في القناة. دينغو الشخص اللي قرر يتحدى الطبيعة والحيوانات اللي فيها، ولكن أحد الحيوانات اللي يملكها أدى إلى وفاته. The black mamba, the most notorious snake in the world. Twitchy ears. He's looking at the camera now. Don't look at me. دينغو يعتبر من محافظين البيئة في جنوب أفريقيا ويملك قناة على اليوتيوب. دينغو ورث حب الحيوانات والطبيعة من أبوه، لأن أبوه كان من محافظين البيئة في جنوب أفريقيا. ويوم كبر دينغو سوى حديقة مصغرة وجمع فيها مجموعة من الحيوانات والزواحف الخطيرة زي الثعابين والتماسيح وغيرهم. في عام 2022 نشر دينغو أول فيديو في قناته وهو بيصيد ثعبان سام في بيته. They're just super fast and they whip around. Coming out? I'm gonna come outside. See the flash of the mouth thing. This here, woo! Tricky size black mamba. Took the handle right next to my car because it's so quick, lightning quick, and my arm is so slow. والفيديو انتشر، ومن بعدها بدأ ينشر فيديوهات في قناته. دينغو أغلب فيديوهاتها كانت عن الثعابين السامة، يخرج البرية ويحاول يصيدهم وينشئ محتوى عنهم. But if you touch up here, it'll let me. Species of snake you're working with, and that's where years of صور مع بعض experience come. التماسيح الضخمة ويحاول يصنع محتوى معاها. والتماسيح دي معروفة مهما ربيتها مهما كانت عندك وبتشوفك كل يوم، إلا إنه أنت بالنسبة لها فريسة ووجبة دسمة. Just gonna touch him over here. Whoa! Come on, big boy. Come on. وفي مرة من المرات دينغو نزل فيديو وقال فيه إنه اتلدغ من ثعبان، بس كان عنده ترياق ونجا من اللدغة. مع إنه دينغو نجا من اللدغة وحقها يكون حذر أكثر، إلا إنه صار العكس، لدرجة في ناس صاروا يسموه ستيف أوروين. وستيف أوروين ده كان يعمل عروض ويخلي ثعابين سامة تعضه أمام الجمهور والكاميرات. بس ستيف أوروين توفى بلدغة الثعبان وهو عمره 44 سنة. وفي أواخر سبتمبر من عام 2024 اتلدغ دينغو من ثعبان المامبا الخضراء، والسم اللي في الثعبان هذا جدا خطر، ونسبة وفاة الشخص اللي اتلدغ منه 80%. ودينغو أول ما عضها الثعبان أخذ ترياق للسم، بس أصيب بحساسية من الثعبان ونقلوه للمستشفى وخش في غيبوبة لمدة شهر كامل. وحاول دينغو يصارع ويرجع للحياة، لكن أجله جاء والسم كان قوي عليه، وبعدها أعلن وفاته في المستشفى بسبب السم. ونشرت عائلة دينغو بوست على الانستغرام يخبر جمهورها بوفاته وبيذكروهم بإنجازاته. يا لطيف، كل ما أتذكر إن فترة من حياتي حلمي أربي فيها ثعبان،
أقول الحمد لله ما صارت، ولا كان جبت العيد في نفسي. يا أخي الحيوانات اللي تكون سامة صعب تصير أليفة، مهما ربيتها، من هي صغيرة من هي بيضة من هي مدري ايه، صعب تصير أليفة. لذلك لو تبى تربي حيوان أليف حاول تختار الحيوان بحذر شديد وأقرأ عنه كثير قبل ما تشتريه. وإذا وصلت لهنا أتمنى ما تنسى زر اللايك وصلي على النبي.